قاعدين. مش بقول لكم دول رفصوا كمان. جابت صاحبتها وقالت لها تعالي ده العيشة هنا حلوة. اهي اللي قاعدة على السور دي اللي جت امبارح، واللي قاعدة على المخدة دي صاحبتها. بصوا قمر، حطت لهم مية وشوية رز ناشفين، مش عارفة بقى هيشربوهم ولا ايه، قصدي هياكلوهم ولا لا. قاعدين مستنقنيصين ولا كأنه بيتهم. المشكلة ان هم مختومين، يعني دول بتوع حد، بس بصراحة مش عارفين يعني حد من الجيران بقى تحت ولا ايه، معرفش. كانوا عطشانين جدا جدا جدا، شكله مهملهم الفترة دي، بس بيناموا خالص. ماميته بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا حاج؟ صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ مقلع عليكم النضاره اللي بقت لابسها 24 ساعه دي. بصوا النهارده الاول ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم اختيارات ماما زكيه. الناس اللي لسه اول مره تشوفنا يا جماعه يشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لهم كل جديد من القناه ان شاء الله. النهارده بقى نعمل ايه؟ شفت كده ناس عايشين في اليونان، تمام؟ عاملين يا اختي بطاطس بالعسل الاسود. فانا قلت لايمان تعالى نجربها، نعمل شويه صغيرين كده. طلعت حلوه، كان بها. ما طلعتش حلوه ما كانش بها. هناكلها برضه. فتعالوا معايا اوريكم احنا بنعملها ازاي، وهي سهله وبسيطه قوي ان شاء الله. بصوا بقى البطاطس دي لو طلعت حلوه انا هعتمدها على طول. هي قطعتها كده مكعبات ماشي، ولو طلعت مش حلوه هقول لكم، بس انا اعتقد انها تطلع حلوه لان انا متابعه الجماعه دول اسمها موبولا، اللي متابعها عندي على القناه يقول لي. بولا يا جماعه، متابعاهم وهم بيعملوا اكل يوناني، وخدت منهم كام صنف كده وعجبوني. انتوا عارفين اليونانيين اصلا ثقافتهم قريبه من ثقافتنا. مش عارفه بقى كفايه الكميه دي ولا اقطع عليهم حبه كمان؟ متهيألي كفايه لان انا وايمان بس اللي هناكل النهارده مع بعض. ممكن ازود واحده بس كده. انا بقى ملتزمه زي ما قلت لكم الحمد لله، يعني بفطر فطار خفيف جدا وبتغدى غدا متوازن، واحاول ما بتعشاش. بقالي فتره بعمل كده ان شاء الله. اللي ابتدى يمشي على نظام يقول لي يا جماعه، اللي ابتدى يخس معايا يقول لي. عايزاكم تشيروا الفيديوهات يا جماعه. يعني انا بقول ان الموجودين دلوقتي على القناه هم حبايبي واصحابي، مش مجرد متابعين. فعايزاكم تبتدوا تشيروا الفيديوهات عشان الناس اللي معرفتش تعرف. تعالوا معايا المطبخ اوريكم هنعملها ازاي. بصوا بقى في اي طاسه بتحطوا البطاطس، وحطيت معاها نص كوبايه صغيره من العسل الاسود. عملت نفس المقادير اللي هي عملتها، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت عليها زعتر لو موجود طبعا، ومعلقه كبيره من توم البودر وملح، وهحط عليها معلقتين كبار من المستردة. تمام. وهي حطت زيت زيتون، انا هحط زيت عادي. طبعا كان عندي زيت زيتون بس خلص. ان شاء الله موسم الزيتون الجديد هعمله بقى، هعصر زيت زيتون ان شاء الله. حطيت بقى زيت من العادي. بتحطوها على النار الاول، المفروض ان هي بتقلبوها مع الصوص اللي احنا عملناه ده او التركيبه اللي احنا عملناها لها دي. بتنزل ميتها وبتشربها، وبعدين بنضيف لها بقى ميه، بنضيف لها نص كوبايه ميه او حسب ما تستوي. نسيت اقول لكم ان هي رشيت عليها في الاخر، رشيت عليها شطه مجروشه عندي، وهي كانت حطت في الفيديو الاصلي كانت حطت اللي هو الصوص بتاع الشطه، او صوص زي الشيري صوص كده.
لكن انا حطيت بداله شطه. هي قالت ممكن تحطوا شطه او ممكن تحطوا بابريكا، فعملت كده. وبعد بقى كده وزودتها شويه ميه زي ما انتم شايفين بقى، بتشرب الميه وبتاخد اللون اللي انتم شايفينه ده، طبعا بسبب طبعا العسل والمستردة. وبتقلبوها، ممكن بقى تقلبوها اكتر من كده تاخد لون اكتر من كده. بس هي معانا بقى كده خلاص شربت كل ميتها عشان ما تلزقش يعني وكده، وخليناها بالشكل ده. طالما استوت خلاص بقى ما احتاجتش ميه تانية. تمام. بصوا هي حلوه قوي ان هي تليق جنب اللحوم، جنب مثلا بوفتيك، جنب لحمه بارده، جنب الحاجات دي. هسيبكم بقى هنا اقول لكم رايي بصراحه. بصراحه مبدئيا ريحتها تجنن طبعا علشان خاطر الزعتر ده، ريحه تحفه عشان خاطر الزعتر وعشان خاطر التوم الباودر والعسل. انا عجبني ان هي فيها عسل اسود، عشان البنات ايه يعني ما بصدق ادخل حاجه فيها العسل الاسود يعني. ماشي، فانا هقول لكم على رايي بمنتهى الصراحه. ماشي. جيب. بصوا من تحت كده واخده لون يجنن. مش عارفه بقى باين لكم في الكاميرا ولا لا، لون حلو قوي. ماشي. عملنا بقى جنبها، من اللي عملت بقى بصراحه عملت جنبها كبده وقوانص. الحله الصغنطوطه دي النبي حلوه يا اختي جميله. هي عملتها في صينيه وبعدين رجعت ايه نقلته في حله عشان الاكل بقى يتبقى مننا، فتعرف تحطها ايه في ما تاخدش مساحه في التلاجة. غير لك تاني يا حبيبتي. خدي يا روحي، ريحتها حلوه يا امان قوي. عايزين ندوق بقى ايه البطاطس. تسلم انا ايديك. متحمسه لها قوي. تسلم ايديك، بس استنى اما نغرف كده. هاتي عيش. والله من غير عيش حلوه. بحاول اتجنب العيش على قد ما اقدر والله. اني بحمصه كده وبحاول اجيب طبعا عشان بقالي فتره ما بنزلش، عايزه انزل اجيب فاكرين العيش اللي هو الناس بقى اللي متابعيني، فاكرين العيش اللي هو البتاو، اللي العيش البتاو اللي هو بالحلبه. اما انزل سوق الفلاحين اجيبه بامر الله. فعلا هو حلو قوي 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 قوي. ده بقى عجبتك؟ اكله جديده. اللي عارف الاكله دي يكتب لي في التعليقات. اللي عارف اللي عملها قبل كده البطاطس بالعسل دي يقول لي في التعليقات. قولوا لنا على حاجات كمان بتتعمل بالعسل جديده، بالذات العسل الاسود. ممكن ندخله في ايه يعني؟ انا عارفه طبعا في ان هو بيخش في تتبيلات وكده، بس ممكن ندخله مثلا في تتبيلات فراخ، تتبيلات لحوم. اكتبوا لنا وصفات انتوا جربتوها في الكومنتس واحنا هنعملها نجربها. لان هو مدي طعم حلو قوي. شفت الضيوف اللي قاعدين عندنا في البلكونه؟ رحت لهم امبارح عملوا ايه؟ غريبة قوي يا جماعة، فضلت نايمة عندنا لحد الصبح، باتت عندنا عشان حست بالامان. هات شاي. ماما انت قلبك هيقف في ايه؟ هات شاي. عملتلك احلى كوباية شاي في نهاية النهار. بس يا جماعة فنطاس شاي اهو عشان تفوق. مالك؟
شفت اختك راحت عملت ايه؟ عشان تفوق من الصدمة اللي هي فيها عملت لها كوباية شاي. راحت قصت شعرها من غير ما تقول لي. قصت شعرها صبياني خالص، قفاها باين، من غير ما تستأذني، من غير ما تقول لي. يا ستي خليها تجرب وتشوف، ما ياما في السواد اهي. وايه اللي انت بتقوليه؟ انت متخلفه؟ هو الشعر فيه تجربه؟ تروح تقص شعرها وهي عندها 20 سنه، توريني هيطول امتى؟ يبقى توريني هيطول امتى؟ قولوا لي بقى ايه رايكم؟ اوريلكم القصه؟ اوريهم القصه؟ انا بصراحة أنا مش القصة هنزلها عجباني على يا جماعة، الفيسبوك. انا من مؤيدين ان القصة حلوة. وايد ان القصه حلوه. بتديها وريهم شكلها. وريهم القصه. ادي الحمامة جت تاني. الحمامه جت تاني اهي. اوريكم القصه دلوقتي. وريهم القصه يا مين. خدي وريهم القصه. سلمى بعد ما قصت القصة يا جماعة والله العظيم تحفة تحفة. افضلي تشجعيها. طب وانت ما قصتيش شعرك ليه؟ انا عشان مش هيليق عليا، هي شعرها ناعم، انا شعري كيرلي. والله. والله قمر. اعملي راسك الناحية التانية كده يا سلمى. والله القصة حلوة قوي، تتهني بيها. ايه يا حاجة؟ بذمتكم انتوا لو مكاني وراحت قصت شعرها من غير ما تستأذنكم، من غير ما تقول لكم تعملوا ايه؟ هسيبكم بقى في الكومنتات انتوا تقولوا لي رأيكم. ممكن انا اقول رأيي؟ لا. لا عشان انتوا مطبلاتيه. هبقى اقوله في الكومنتات معاهم. ان شاء الله.